تعالَ هنا قُل لي، أنت قاعد في مكان حاسس إن أنت مرتاح ومبسوط فيه فعلًا؟ هل عمرك سألت نفسك إن المشاكل اللي أنت فيها والخناقات وكل واحد ماسك في التاني ممكن تكون سببها المكان اللي أنت قاعد فيه، السكن اللي أنت ساكن فيه ممكن يكون سبب مشاكلك وأنت مش واخد بالك؟ تعرف إجابة السؤال ده اسمع معايا حلقة النهاردة من سيكولوجية المكان. عشان نجاوب على السؤال ده، هل المكان بيأثر في حياتنا ولا لا؟ لما نبدأ الحلقة ما تنساش الاشتراك في القناة والكومنت واللايك عشان يوصلك كل جديد. في مشاكل كتيرة جدا بتحصل وبيوت بتتهد وناس بتتخانق، والناس بتقعد تدور في كل الأسباب وبتنسى تفكر الناس دي عايشين فين. المكان مهم جدًا، ياما في قصص كتيرة جدًا سمعناها عن ناس كانوا اتنين مثلًا في الخطوبة كويسين جدًا مع بعض ومتفاهمين، وكل اللي شايف هيبقى بينهم علاقة ناجحة وقوية، وعمرهم ما اتخانقوا أبدًا، وطول ما هم كانوا في الخطوبة وبيجهزوا كانوا ناس متفاهمة جدًا، لحد ما اتنقلوا واتجوزوا وعاشوا مع بعض، بس عاشوا في شقة ضيقة، في مكان عشوائي، في حتة زحمة، صوت التوك توك طول الوقت، صوت الخناقات بتاع الناس طول الوقت جاية من الجيران. فمع الوقت وبعد مرور سنة الاتنين دول يتخانقوا مع بعض خناقات مستمرة على أتفه الأسباب. يعني انت رميت الفوطة على السرير، انت ما قفلتيش النور، كلها حاجات بسيطة، بس هو الحقيقة ان محدش طايق حد. فبدأوا يقولوا أكيد طباعنا اتغيرت، أكيد احنا أصلا ما كناش نشبه بعض، أكيد حد عامل لنا عمل أو حاسدنا. لكن ما كانتش دي الحقيقة. الحقيقة إن المشكلة كانت في المكان اللي هم عايشين فيه، المكان اللي ضاغط على أعصابهم، وخاصة لما يكون في فرد أو شخص فيهم رافض المكان بشكل كامل، لأن تغيير المكان ده اللي مرتبط بالحالة الاقتصادية، وتغيير المكان دلوقتي رفاهية مش متوفرة لناس كتيرة، لأن الشقق وأسعارها غالية جدا. ففكرة إن الإنسان يبقى عايش في مكان هو كارهه ومش بيحبه بتبقى مؤلمة جدًا ومبقاش عارف يعمل إيه. النهارده هنشوف المكان إزاي بيأثّر على حياتنا، وهنشوف كمان لو إحنا عايشين في مكان يعني أقل من اللي إحنا يعني نستحقه أو إحنا مش متقبّلينه، إيه الحاجات البسيطة اللي ممكن نعملها عشان نقدر نتأقلم مع المكان ده. عشان نجاوب على كل الأسئلة دي، في كتاب حلو أوي هيجاوبنا على معظم الأسئلة دي. كتاب سيكولوجية المكان Psychology of Place لديفيد كانتر. كمان كتاب تاني اسمه عمارة السعادة. يعني الاتنين دول بيقدموا لنا الأسباب اللي بتخلي المكان بيأثر علينا وكمان نعمل إيه. قبل ما نبدأ بالإجابة على الأسئلة دي كلها عايزين نرجع شوية كده نبين أهمية فكرة المكان. سنة 1943 في أثناء الحرب العالمية الثانية البرلمان البريطاني اتهد. فلما جم يبنوه تاني المهندسين قالوا طب ما بدال ما نعمله على الشكل القديم اللي هو كان زي كأنه حدوة فرس كده أو مستطيل، نعمله بشكل دائري زي البرلمانات الجديدة. وينستون تشرشل رئيس الوزراء وقتها وقال مقولة بتتكرر لحد دلوقتي: نحن نشكل مبانينا ثم تشكلنا هي بعد ذلك. We shape our building and afterwards our building shape us. تشرشل كان فاهم العلاقة المهمة قوي بين المكان وبين البني آدمين. وليه رفض بقى ان البرلمان ما يتعملش على شكل دايرة؟ قال ان الشكل القديم اللي هو واخد شكل مستطيل وصغير ده بيخلي حزب المعارضة والحكومة يبقوا قاعدين كده قصاد بعض وفي وش بعض في حتة ضيقة، فتخلي النقاش حامي دايما وماسكين في بعض كده على طول في جو حماسي. اما لو قعدناهم في مكان دائري ومريح فكلهم هيريحوا ويناموا، زي ما بنشوف كده بعض اعضاء مجلس الشعب بيبقوا نايمين لان المكان بيبقى مريح. في السبعينات كان في عالم بريطاني اسمه ديفيد كانتر، هو صاحب كتابنا النهارده سيكولوجية المكان. كان مهتم قوي بتأثير المكان على الإنسان، مش بس عقل الإنسان، لأ ده تأثير الزحمة والمكان على عقل الإنسان نفسه، وإزاي الطرق والمباني والكباري كل حاجة من دي بتأثر على البني. ديفيد كانتر في كتاب سيكولوجية المكان بيقول لنا إن المكان ده مش فراغ، لأ ده عبارة عن نظام معلومات. يعني إيه معناها الكلام ده؟ يعني لو أنت عايش مثلا في مكان زحمة وكله كراكيب وضيق وما بيدخلوش نور والسقف بتاعه واطي، هتبص تلاقي ان تفكيرك وحياتك كلها مختلفة لو انت عايش في مكان اوسع. العيشة في المكان الزحمة والضيق والضلمة ده
بيخلي الأعصاب تبقى مشدودة والكورتيزول يبقى عالي، وبالتالي البني آدم بيتخانق طول الوقت، فتلاقي الناس ماسكة في بعضها. ده غير كده إن بيقول الناس لما بتعيش في مكان ضيق، يعني اتنين مع بعض أو تلاتة أو whatever في مكان ضيق، بيقابلوا بعض طول الوقت. مع الوقت كل واحد بيحس إن التاني عائق بشري، حيطة سد كده واقفة قدامه منع عنه الهوا والحركة. تاني بتبدأ الخلافات والصراعات والمشاكل تبقى سهلة جدا، من السهل إن أي حد يمسك في أي حد في المساحة الضيقة دي. إن المكان السيء بيجبرك تطلع أسوأ سلوكياتك، أما المكان الكويس والحلو بيخليك تطلع أحسن ما فيك. لما بدأوا فكرة الشيوعية، خلوا المباني تبقى عبارة عن بلوكات، علب كبريت فوق بعضها، واحنا أخدناها منهم احنا كمان يعني. كان الهدف من البلوكات دي إيه؟ الهدف منها إن أول حاجة تبقى الناس كلها ساكنة في حاجة شبه بعضها، مفيش حاجة اسمها إن حد مختلف أو حد متميز أو حد متفرد، لأ. تاني حاجة إن المكان هو عبارة عن حاجة تحط فيها جنبك عشان تنام وتقوم الصبح تروح المصنع. ففكرة إنك عايش في علب كبريت كلها زي بعضها زي المساكن كده، فده بيخلي مفيش إحساس زي ما قلنا بتفرد أو تميز، ويخليك يا دوبك تنام في المكان وتقوم الصبح تجري عشان تروح المصنع. إن الإنسان لما بيعيش في مكان ضيق وزحمة وفي وش وفي أصوات توك توك وفي ناس بتتخانق الجيران الناحية التانية، كل ده بتخلي المخ بيشتغل على السرفايفل مود أو وضع البقاء، بمعنى إنه بيستهلك حوالي 80% من طاقته بس عشان يفلتر لك الدوشة دي، لأن الدوشة دي كلها لو دخلت لك أنت هتتجنن. فالمخ بيقعد يبذل 80% من طاقته عشان يفلتر الدوشة دي، كل اللي بتبقى من طاقته بعد كده 20% عشان تعمل بيها كل حياتك اللي باقية وتحل مشاكلك. عشان كده دايما يتهم ويقول لك الناس اللي عايشة في العشوائيات عمر ما حد بتطلع شخص كويس أبدا. هو مش لأن الناس دي أصلا مش كويسة أو مش ذكية أبدا، في أذكياء وفي نابغين وكل حاجة، لكن طاقتهم العقلية كلها مهدرة في الدوشة وفي الزحمة عشان بس يقدروا يتأقلموا معاها. يعني المشكلة في المكان مش في الإنسان نفسه. دراسة في جامعة مينيسوتا بتقول إن الأسقف العالية بتخلي فكر الإنسان يبقى بيفكر في الحاجات الكبيرة، يفكر في المستقبل، يبقى عنده براح كده إنه يفكر في حياته اللي جاية. أما الأسقف القصيرة اللي هي تشبه كل البيوت دلوقتي، فدي بتخلي الإنسان دايما باصص تحت رجليه، بيبص للحظة الحالية وللمشكلة الحالية بس، ما بيبصش لأبعد من كده، لأن المكان الضيق بيحبس تفكيرك في الوقت الحالي، أما المكان الواسع بيحرر عقلك عشان تفكر في المستقبل. كمان في نفس الكتاب بيقول لنا إن إضافة بقى للزحمة والمكان الضيق والدوشة وكل الحاجات دي، لما كمان تبقى أنت شخص بتحب الكراكيب، ما بترميش أي حاجة، الكراكيب دي والإضاءة السيئة والتهوية السيئة وإن الشمس ما بتدخلش، كل الحاجات دي بتخلي أداء المخ نفسه يتأثر، ويبقى تفكير الإنسان كمان بيشبه المكان اللي هو عايش فيه، يبقى كله عبارة عن كراكيب وعن لخبطة، والتفكير نفسه يبقى تفكير ملخبط ومشوش، لأن الإنسان بطبعه بيحب الحاجات المستوية الجميلة. يعني تخيل لو أنت جاي تقعد تذاكر مثلا، لازم بتخلي الترابيزة اللي قدامك تبقى فاضية، لازم تحس ان انت قاعد في هدوء عشان اصلا عقلك يقدر يركز. في تجارب كتيرة جدا اتعملت على تأثير الزحمة، ازاي بتغير الزحمة من السلوكيات وبتطلع لنا سلوكيات سيئة جدا. اشهر تجربة هي تجربة جون كالهان اللي هو بيسميها يونيفيرس 25 او الكون 25. هنا كالهان هو عالم نفس أمريكي، كان عاوز يعمل مدينة فاضلة بالفئران. ففي التجربة دي عمل قفص ضخم بياخد حوالي مثلا 3800 فار، وفر لهم أحسن أكل وشرب وعيشة، حتى كان في أماكن يعني أماكن يلعبوا فيها وأماكن يناموا فيها، وكانوا عايشين تماما في إيجيبت يعني. فضلوا كده وبدأ بقى يحدد في اليوم العشرين بيحصل إيه، في اليوم المية بيحصل إيه. طبعا الأعداد دي تكاثرت وزادت عددها في نفس المساحة، ومش بس كده، ده في أماكن معينة اتكدسوا فيها وأماكن تانية سابوها فاضية خالص. تقريبا في اليوم مش عارفة 200 ولا 280 في التجربة، بدأ يلاحظ إن في سلوكيات غريبة جدا بعد ما كانوا عايشين بقى عيشة إيجيبت، بدأوا ياكلوا في بعض. ظهر سلوكيات زي مثلا الذكور بتاع الفئران بدأت تهاجم بعضها، بدأوا يشتغلوا بلطجية، يثوروا ويضربوا أي حد،
ويخلصوا على بعض. حتى الأمهات نفسها ما عادتش بتهتم بأولادها، بتسيبها تموت أو حتى تهاجمها تموتها. حصل حالة من الجنون رغم توفر الأكل وكل حاجة والشرب، ومفيش قطط ومفيش أعداء والدنيا تمام، بس الزحمة لوحدها خرجت أسوأ ما فيهم. كمان كان في مجموعة تالتة بقى، دي اللي بيسموها البيوتيفul وانز، الحلوين بقى اللي هم مش عايزين صداع، طلعوا عاشوا في الدور الثالث في القفص وانعزلوا تماما، بياكلوا ويشربوا وينظفوا جسمهم وما لهمش دعوة بقى باللي بيحصل، ولا بينقذوا حد ولا بيساعدوا حد ولا حتى عايزين يتزوجوا. وبالتالي بدأت مجموعة الفئران دي اللي حصل لها بعد حوالي 300 يوم تقريبا، هم انقرضوا وماتوا رغم ان في متوفر اكل وشرب وكل حاجة، لان هم اتجننوا، لان الزحمة طلعت منهم سلوكيات صعبة جدا. التجربة دي طلع منها كالهن وقال روح الزحمة بتموت روح الانسان الاول قبل الموت البيولوجي. لما بنبص على العشوائيات او على المترو في وقت الزحمة وتشوف وشوش الناس ومحدش طايق حد وكل واحد روحه في مناخيره، ساعتها ده بيفكرنا بتجربة 25 يونيفرس 25 بتاعت كالهن، لأن الزحمة بتكسر البوصلة الأخلاقية، بتخلي الإنسان يا إما يبقى عدواني مش طايق نفسه بيتخانق مع أي حد، يا إما يبقى انعزالي ويحط السماعات في ودانه وملوش دعوة بأي حاجة في الدنيا تحصل حواليه. هنا بالتجربة دي عايز تثبت إن البني آدم بطبعه مش وحش، لكن لما يبقى عايش في زحمة وفي مكان ضيق ومكان محشور فهو مش هيطلع غير أسوأ السلوكيات. عشان كده احنا بنقعد نقول إن العشوائيات ما بتطلعش غير عشوائيات، الأماكن العشوائية هتطلع سلوكيات عشوائية. عشان كده لازم المكان هو اللي يتغير عشان نقدر ان احنا نحسن الناس كمان. لو حبينا نوسع الدايرة اكتر ونخرج بره البيت بتاعنا والأوضة والشارع اللي احنا عايشين فيه والحي، ونكبر المسألة شوية ونخليها جغرافيا عموما، وهنلاقي ان احنا عندنا تصنيفات احنا بناخدها بشكل ايه بقى، ده فلاح وده صعيدي وده لهجته. الحقيقة ان المسألة اكبر من كده، ان الناس اللي عايشين على السواحل مختلفين عن الناس اللي عايشين في الجبال، مختلفين عن الناس اللي عايشين في الدلتا وبيزرعوا، او الناس اللي عايشين في الصحراء. زي ما بيقولوا ابن بيئته، فاكيد كل واحد عايش في بيئة معينة هيبقى يشبه البيئة دي. زي ما قلنا تفكيرك بيبقى شكل بيتك، كمان تفكيرك هيبقى شكل البيئة بتاعتك. يعني مثلا الناس اللي عايشين على السواحل وبيشوفوا البحر طول الوقت، دول بيبقى عندهم المدى الفكري بتاعهم أوسع، يعني حاسين بالاتساع، تفكيرهم أوسع، قدرتهم على ان هم يكونوا اجتماعيين اكتر، لان هم عايشين بيبقى عالمينا وناس كتيرة رايحة جاية، فهم بطبيعتهم اشخاص اجتماعيين، اشخاص منفتحين اكتر. الإنسان اللي عايش بين الجبال بيكون إنسان صلب وقوي، كمان بيكون عقله مش منفتح بنفس الدرجة، فبالتالي بيحافظ قوي على العادات وعلى التقاليد، لأن هو عايش في مكان مقفول. العقل نفسه بيبقى بنفس الشكل، وكمان بيبقى شخص صلب وقوي، وتغيير رأيه مش سهل أبدا. الناس اللي عايشة على الدلتا أو على الزراعة، دول أكتر ناس بتعلموا الصبر، لأن الزراعة محتاجة صبر، إنه هيزرع دلوقتي فهيحصد بعد فترة طويلة، فبيتعلم الصبر، بيتعلم الاستقرار، إنه ما بيحبش يتنقل كتير، بيحب اللمة لأن الزراعة بتحب الإيدين الكتير، فبالتالي هتلاقي دي صفاته مختلفة عن اللي عايش في الصحراء والوسع، وإن هو الصحراء قاسية فبيتعود الصبر برضه، وبيتعود كمان إنه يتأمل ويبقى مهتم بالروحانيات أكتر، لأن الصحراء بتحسسه قد ايه هو صغير وحجمه صغير قدام الفراغ الشاسع ده. وتاني الانسان لما يحس ان حياته كده ملخبطه وفيها مشاكل كتير ومش مظبوطه، يا ريت اول حاجه يعملها يبص في البيئه والمكان اللي هو عايش فيه. وزي ما قلنا ان السهل جدا ان الواحد يغير المكان، ده حل سهل، لكن عمليا واقتصاديا تغيير المكان دلوقتي مكلف جدا بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الشقق، فمش هيبقى كل واحد مش عاجبه سكنه هيقدر ان هو يغيره. عشان كده ممكن يعمل جوه المكان ده شوية حاجات كده تحببه في المكان، زي مثلا ان هو يخلي له ركن، لو حتى ركن صغير، زاوية، كرسي وترابيزة، مكان يحس ان هم دول بتوعه بيمثلوه هو شخصيا. لما بيقعد عليهم كده بيكتب بيقرا بيتفرج على حاجة يحس ان هم بيمثلوه. الإضاءات كمان مهمة،
الإضاءات العالية قوي دي بتبقى مثلا في المطبخ، لكن في الريسبشن وفي الليفينج الأماكن اللي بنقعد فيها تبقى الإضاءات وورم وخفيفة كده بتحسسك بالدفى واللمة. كمان الزرع مهم جدا، بيحسس الإنسان بالحياة. يعني في ناس عايشة في أماكن ضيقة تلاقي البلكونة مليانة زرع، لأن ده بيدي حياة. إلى جانب كمان إن المكان الضيق قوي ممكن تحط مثلا مرايات قصاد شباك أو كده. المرايات بتوسع المساحة، بتديك إحساس إن المكان أوسع. كمان دايما نشوف كده الأفلام الأمريكي تحديدا حاطين صور كتير كده للعيلة في كل مكان. ده حاجة على فكرة حلوة، إحنا مش بنهتم بيها بس هي مهمة. إن أنت بتخلي المكان يمثلك في ذكرياتك في حياتك، مش فندق أنت قاعد فيه وخلاص. الحاجات البسيطة التركات دي تخلي الإنسان إلى حد ما يقدر يتقبل المكان. لكن الحقيقة تاني إن لما البني آدم بيعيش في مكان هو رافضه دي بتبقى كارثة كبيرة جدا. بتفضل تتراكم مشاكله كلها بسبب المكان وهو مش عارف يغيره، فبيحاول يعمل التعديلات البسيطة دي، لأن زي ما قلنا المكان شيء مهم جدا. وفي النهاية صديقي وصديقتي، صحيح احنا بنبني الحيطان والجدران بالاسمنت، لكن الجدران دي هي اللي بتبنينا وبتبني ذكرياتنا وارواحنا وافكارنا. وعشان كده لو حاسس انك مخنوق، متضايق، مش قادر تنجز، مش قادر تحس بالنجاح، بص حواليك اللي انت عايش فيه. يمكن العيب مش فيك، يمكن العيب في المكان اللي انت مختاره، اللي مش بيشبه شخصيتك، اللي مش محقق لك اي حاجة تريح بالك. دلوقتي لو تقدر تغير المكان لمكان افضل يبقى هايل، لكن لو مش هتقدر تغير مكانك، على الأقل افتح شباك يدخلك الشمس، ازرع زرعة تعمل لك نفس حلو، غير ترتيب البيت بتاعك، ارمي الكراكيب. أهم حاجة رمي الكراكيب. الكراكيب بتضيق المكان وبتضيق الخلق وبتضيق العقل. قالت الكراكيب ده العلم بيقول إن الحاجة اللي ما بتستخدمهاش لمدة 90 يوم 3 شهور أنت عمرك ما هتستخدمها تاني. لكن إن كل حاجة تشيلها على أمل إنك يمكن تستخدمها، المكان بيضيق، الطاقة اللي في المكان بتضيق. كل الحاجات دي ممكن تحاول بيها توسع المكان لحد إن شاء الله ربنا ما يسهل وتغير المكان كله. في الآخر هي الفكرة مش إن إحنا نسكن في أجمل بيت وفي أجمل مكان، لأ. الفكرة إن إحنا نسكن في بيت يشبهنا، يشبه شخصياتنا، يشبه حياتنا. بيت يحسسنا بالهدوء والراحة، يحسسنا إن إحنا بعد ما بنرجع من ضجيج العالم الخارجي بنلاقي زاوية نحس فيها بالسعادة، ما يبقاش بره وجوه زحمة. وفي الآخر ما تنسوش الاشتراك في القناة والكومنت واللايك، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية من أول السطر مع إيمان.